ازيكم عاملين ايه النهارده؟ وصفتنا دي الوصفة رقم 2 في الوصفات السهلة والسريعة اللي احنا نقدر نعملها في 10 دقايق بس، وهنلاقيها بنفس المقادير زي الوصفة التانية. معانا 110 جرام من الزبدة الطرية و60 جرام من السكر العادي، هنحط عليهم 160 جرام من الدقيق وهنعجنهم كويس مع بعض زي الفيديو التاني بالظبط كده، بس هنقدمها بشكل مختلف عنه شوية. تقدروا برضو يعني أنا شايفة إن دي فكرة حلوة كده ولذيذة، تقدروا تعملوها في الأعياد والمناسبات، يعني ممكن تعملوه جدا في العيد. الكوكيز ده سهل ومش بياخد وقت خالص. عملنا العجينة بتاعتنا كده وهنفردها بالنشابة رشة دقيق على مفرش السيليكون، أو ما عندكيش مفرش سيليكون هترشيها على الرخامة وتبتدي تفردي العجينة، بس ما نفردش العجينة رقيق قوي، سمكها حلو يعني نص مثلا سنتي كده. تمام، وهنبتدي نقطعها بالقطاعة. انا قطعت بقطاعة دايرة، ممكن تقطعي انتي شكل قلب، وردة، نجمة. التشكيل ده بقى بتاعك انتي، تقطيع يعني طريقة التقطيع على ذوقك انتي. تمام، وهنرص بقى في الصاج لحد ما نخلص بقية العجينة بتاعتنا خالص. الفرن برضو بتاعنا شغال على درجة حرارة 170، مش هياخد معانا اكتر من 10 دقايق، ما نطولش عن 10 دقايق عشان ما ينشفش مننا، يطلع معانا الكوكيز ناعم و... وطعمه حلو ولذيذ. هنا هو الكوكيز بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. انا هزوقه بمعلقة من النوتيلا وهنحط عليها معلقة من الشوكولاتة البيضاء. تمام، هنعمل كده شكل لذيذ كده. تمام، ممكن تعملوه متداخل يعني بخلة، بعد ما نحط الشوكولاتة البيضاء تسحبه كده بالخلة زي اسمها ايه، زي التريليتشي كده، فاهمني؟ او اسمها ايه برضه، خلينا في التريليتشي المدلعة، لما بنعمل الكراميل وبنحط عليه الكريمة وبعد كده نسحب بالخلة كده نعمل شكل. تمام، هيكون معنا كده الكوكيز بتاعنا كده بقى جاهز. عملنا في 10 دقايق، مش اكتر من كده. ونتيجة وطعم، بجد بجد الطعم تحفة جدا جدا. ونقدر نعمله برضو بالكاكاو. تمام، هنقلل من 160 جرام دقيق، هتقللي منهم 30 وتدخلي 30 كاكاو. تمام، هيطلع معاكي كوكيز في منتهى الجمال وطعمه فعلا رائع ورهيب بجد، حلو قوي قوي. وانا شايفة يعني ممكن جدا جدا ندخله في الشغل بتاع العيد. اللي لسه ما يعرفنيش او بيتابعني جديد، انا ريهام من جوستو فود. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك